حضرتك اللي حصل في الجلسه النهارده؟ حضرتك والد الشهيد مين الاول؟ انا والد الشهيد مصطفى شاكر عبد الفتاح. ايوه. شهيد جمعة الشهداء. ايوه. جمعة الغضب 28 يناير 2011. ثورة العزة، الكرامة، الحرية، العدالة الاجتماعية. احنا النهارده كنا في جلسة اهو دلوقتي وسجلت، يعني انا دلوقتي سمع الشهود نفس الدبلجة اللي هي في الأكاديمية، محكمة الأكاديمية، هو نفس المنهج هو برضه جاي من هناك بفلوس التقريب كده باعتينه عشان يقول نفس الكلمتين ان ايه، انا جاي ادافع عن المتهمين كلهم بصفة خاصة. جاي لهم دكتور من هناك مبعوث رسمي. هنا احنا ما بنطالبش اكتر من العدالة، القصاص. هم غلطوا يتحاسبوا. انا لما بقتل الداخلية والقضاء بيحاسبني، اشمعنى دول مش عايزين يحاسبوهم؟ الشباب زي الفل ده قتل نفسه. دلوقتي بيقولوا ان اللي تعدى على الاسلام بلطجيه. رد حضرتك ايه على اللي تعدى على الاسلام بلطجيه؟ اللي تعدى على الاسلام بلطجيه ده الداخليه اللي بلطجيه، وانا عندي شجاعه ادبيه وانا ابن عبد الناصر. ايه اللي حصل بقى مع ابن حضرتك؟ اللي حصل ان ابني كان متواجد على كورنيش التحرير هنا، لان البلده بتاعتنا بلده دمنهور شبرا، ده بيت العيله، بيت والدي وبيت والدتي. انا اساس من دمنهور شبرا من هنا. قصاد نبعد عن القسم ما يعادل بالظبط 800 متر او كيلو. دول الشباب طالعين يوم جمعة الغضب، متجهين منتظرين، طالعين على الكورنيش امام برج الشرطة بجانب السلم، طالعين منتظرين عربيات السيوتات اللي هي بتاعت التحرير. طلع عليهم اسم قوي وامن مركزي وامن الدولي، عملوا عليهم كرتون لدرجة ان صفيتوا الشباب من على الكورنيش ودخلوهم لغاية الحواري جوه. ابني مصطفى ده وربنا انا اللي مكحت الدم بتاعه من على الباب. اعمل ايه يعني؟ حاجة واضحة قوي. اللي غلط ما بيتحسبش ليه؟ هنفضل في الاستباد لغاية امتى؟ بيقولوا ان ابن حضرتك في قضية، عايزين نعرف هو القضية اللي عليه ايه؟ ولا ابني اهو صور ذاتك يا مؤاخذة بصورة تاني. ابني وراك الدنيا فيه اهو، وانا عشان نضيف مطلع جيل من تحت ايدي نضيف. طب بالنسبة للقضية اللي عليه بقى دي ايه؟ القضية اللي عليه الداخلية، القتلة، السفلة، عاملين لابني قضية في جهة تانية، فروض الفرج. تمام؟ ادوني رقم القضية، اروح اكشف عليها الاقيها بتاعت واحدة ست ومحضر تفتيش مع زوج وزوجته. هل ده ينفع؟ يعني قصد وعدم ضمير، قصد وتزوير، قصد وتشويه في اسر الشهداء. احنا مشوهين. صورني سيادتك اهو، انا ولد شهيد. انا عايز اشوف البلطجة وشي متقطع، وكل هنا اسم اول كده يعرفني كده وبيحترموا حاجة اسمها شاكر عبد الفتاح، وانا بحترمهم. شايف ان المحاكمات عزليه؟ لا المحاكمة انا طلعت على جزيرة مباشر يمكن من 6 شهور والله زيادة. انا قلت دي مسرحية. لما تسألني الاستاذ ضحى بتقول لي ايه رأيك في المستشار احمد رفعت؟ قلت لها مسرحية، وانا راجل بعيد عن السياسة. بدأ الحقوقيين والمحامين وكل الناس والرأي العام يقول لك وميدان التحرير وجميع ميادين مصر بيقولوا دي مسرحية واضحة قوي. المحاكمة هنا حضرتك بتشوف المتهمين لا وش فاكرينك ولا شايفهم ان هم جايين مبسوطين؟ انا في درع بشري بيتحط على القبر من بره، ودرع بشري بيتحط عليهم من جوه. ده دليل على ايه؟ انا لو راجل نظيف وما قتلتش او ما امرتش كنت همشي من غير حراسه في الشارع، انما معنى ان هم بيتحرسوا ده دليل على انهم هم متهمين وقتله. متهمين وقتله. معنى انه يتحرس بالطريقه ده ايه؟ من جيش ومن داخليه بالطريقه. انا تشوف سيادتك تحت صراحه كأني إشباع تحت كتيبة. شك في نزاهة المحاكمة؟ والله أنا عايز أقول لسيادتك حاجة، إحنا لغاية دلوقتي المحكمة عمالة بتتأجل. المحاكم الفرعية دي مرتبطة بالمحكمة الكبيرة اللي هي بتاعت حبيب العالم. منتظرين أما هناك إيه اللي يحصل وبناء عليه. وعموما الإسلام اللي خد البراءة قبل كده، الضباط اللي هم القتلة اللي هم قتلوا قبل كده امام الاقسام، يعني هقول ايه؟ طلعوهم براءة بس نط، لكن احنا مش هنهدى ابدا ولا هيهدلنا بقى عشان خاطر الابرياء دول كده حرام. لا انا عايز ابن مشير نفسه
اللي هو طلعه بره وصفره. لو ابن المشير اتقتل هيحس بالنار اللي هي جواه، هيحس بالنار. انا ما بنامش في اليوم 4 ساعات، لان انا لو جابه من ملجأ انا كنت هزعل عليه. انما انا ده ابني ومن صلبي لازم ازعل عليه. وبعدين انا عارف تربيتي ايه هي اهو، وهذه الصوره هي تبين، والاب اهو يبقى واضح قدام المجتمع كله. اذا كنت مره دخلت اسم في خلال ال 63 سنه مره واحده عشان مخالفه مروريه رحت مسددها، هو ده اللي اتبطح فيه الاسم العربيه بس. انما غير كده انا ما بطلتش اسم ابدا. ازاي بعد كده يشوهوا في عيالنا؟ ازاي يشوهوا في اسر نظيفه؟ عشان ايه؟ عشان هم غلطوا خدوا اوامر غلط. دي ثوره ما هياش انتفاضه وانتهت، دي ثوره شباب ثم كملها الشعب المصري. فبنطالب القصاص وهو ده حق ربنا. حرمونا من عيالنا، كان نفسنا نفرح بيهم